هاي مو دمعة، هذا وجع كربلاء. هاي صرخة فقدت ابنها ورفعت راسها للسماء وقالت فدوة إلك يا زينب، فدوة إلك يا مولاي الإمام الحسين. بمحرم قبل معركة الطف مر الإمام الحسين على خيمة وحدة عجوز اسمها أم وهب، وسألها عن ولدها. قالت له راح يجيب ماي ويرجع بالليل. فقال لها الإمام من يرجع قولي إله صدق بالرؤيا. رجع وهب وشاف نبع مي طالع من الأرض. سأل أمه، قالت له يمه كان رجال نوره مثل عيسى المسيح وسأل عنك وقال صدق بالرؤيا. وهب دمعت عيونه وقال يمه أنا البارحة شفت بحلمي نبي عيسى ويا رجال نورهم يغشى العيون. قال لي هذا محمد وهذا علي وهذا الحسين، وقال لي انصر الحسين ومكانك بالجنة، وناولني ورقة مكتوب بيها اسمي ويا الأبرار. وهب راح للحسين وأسلم على إيده وقال له أنا وياك. رجع للبيت وعروسته قالت له لا تتركني، بعدنا ما عشنا فرحة الزواج. بس أمه قالت لا، قوم قاتل يم الإمام الحسين، خلي أهل البيت يشوفوا لك. راحوا الكربلاء، ولما إجا يوم عاشوراء قاتل وهب بشجاعة لحد ما انقطعت إيدينا. إجت مرة وهب تركض للمعركة، شالت عمود الخيمة وقالت له وهب فداك روحي قاتل عن بنات النبي. وهب استغرب، قال لها قبل شوية تمنعيني، هسه تقولي لي تعال قاتل؟ قالت له سمعت الإمام الحسين يصيح أما من ناصر ينصرنا، وما قدرت أبقى، أزمت أموت وياه. الإمام الحسين ناداها ارجعي الجهاد ومو عن النساء، الله يجازيكم كل خير. رجعت وهي تبكي، بس وهب انوخذ أسير قتلوه وذبوا راسه على مخيم الإمام الحسين. أمه شالت الراس قبلته ورمته على واحد من جيش العدو، بعدها شالت عمود الخيمة وقتلت 2 لحد ما ناداها الإمام الحسين ارجعي يا أم وهب، انت وابنك ويانا بالجنة، الله ما يقطع رجاك.